انا لقيت نفسي مقصر مع الناس بتوع اندرايفر وهيزعلوا مني، فقلت نعمل لهم ايه بقى، اسبوع كامل نشتغل فيه اندرايف. المهم النهارده انا الخميس كنت شاري فيه عموله، فقلت اخلص شغل النهارده، وبعد كده كان عليا مديونيه 120 جنيه اندرايف، هروح اشحن اندرايف وايه واشتغل. تمام. المهم ايه، جيت النهارده شغال ديدي، فوانا شغال جيت في وقت وقفت كده ريحت شويه، فقلت طب افتح اندرايف كده شوف الدنيا فيها ايه، اعمل لك رحله كده شوف الاخبار ايه. المهم اول حاجه اسوأ حاجه اصلا في موضوع ان انا اروح اشحن دي، انا مستثقلها، بس قلت خلاص يا عم روح اشحن عشان الناس ايه، عشان تجرب اسبوع كده تشوف الناس توريهم الشغل اللي عامل ايه في اندرايف. فجات لي رحله، لقيت واحده بتكلمني بتقول لي انا معايا كيسه هوصلها مش عارف منين لمنين، قلت لها انا ما بطلعش استلم من فوق ولا بسلم حد في البيت، اللي هتسلميني في الشارع وهسلم في الشارع. قالت لي ماشي. المهم ايه، قمت جاي رايح للوكيشن، اول ما وصلت برن على الانسه، عامله خاصيه كده في التليفون كل ما تيجي ترن عليها يقوم جاي ايه عاطي مش عارف هذا الرقم غير موجود او حاجه زي كده. طبعا انا قاعد متشمع تحت وعمال احاول ارن عليها مش عارف ارن، اتصل عليها من على الابلكيشن نفسه، في اتصال من داخل الابلكيشن نفسه، اتصال مجاني كده من خلال الانترنت يعني. اتصل بيها من على الابلكيشن بردك في نفس الوقت ما بتردش. المهم فين وفين لما لقيتها هي بتتصل بتبعت لي رسائل على الابلكيشن بتقول لي هو انت وصلت؟ قلت لها انا وصلت واقف من بدري. المهم فين وفين طلعتني بتاع ربع ساعه. بصراحه انا كنت واقف قاعد متغاظ اكنسل وفكني من الرحله ومش عاوزها اصلا ومش هشتغل اندرايف ولا ايه. المهم قلت ايه بالرحله تانية على ديدي وخد الرحله في سكتك. الكلام ده كان الساعه 7. المهم هي نزلت لي، خدت منها الاوردر، المشوار بتاعها كان 6 كيلو 35 جنيه. المهم خدت منها الاوردر وبدات ان انا خدت رحله. المهم خدت رحله في الثانيه في الثالثه ونسيت بقى حوار الاوردر، وانا بصراحه عشان متغاظ منها والاوردر بتاعها قريب من البيت عندي بقت مكبر دماغي، قلت لما اجي اروح ابقى اوصله لها. فين وفين وصلت الساعه 9، قمت جاي متصل بيها كانها ناسيه الاوردر اصلا، يعني قعدت ساعتين كنت خلاص مروح جنب البيت، فقمت جاي متصل بيها قالت لي هبعت لك حد. المهم بردك رحت قطعتني مده بتاع 10 دقايق ولا ربع ساعه عند البيت مطرح ما نزلت لي حد. قمت جاي مدي لها الاوردر، خدت 50 جنيه، قلت لها انا حسابي 50، انت لطعاني هنا وهناك انا هاخد 50 جنيه. خدت حساب الاوردر وقمت جاي قلت بس مش شغال اندرايف. صعب بصراحه، انا ماليش في طقطان لوجع الدماغ ده. انا عاوز اقول لكم بس حاجه لاحظتها، اندرايف الميزه اللي فيه لما جيت حسبت العموله بتاعته 10%. دي العموله فيه هو بيقولوا على الابلكيشن ان هي 15، بس انا لما حسبتها لقيتها 19%، وهي بيقولوا متغيره يعني، بس هي فعليا هي 19% العموله في دي. اندرايف احلى حاجه فيه ان عمولته 10%، بس بصراحه مقرف جدا وزباينه مقرفه، وحوار توصيل الاوردرات ده انا ما بحبوش اصلا. ايه رايكم بقى اشتغل اسبوع اندرايفر كده تجربه ونشوفوا الدنيا فيها ايه ولا بلاش؟ المهم انا بقى اليوم اللي انا اشتغلته ده عملت فيه، اشتغلت من الساعه 5 لغايه الساعه 9، 4 ساعات. خدت من الابلكيشن 440 او 438 و50 جنيه المشوار بتاع البت اللي نشرتني دي وتيبس وبتاع. المهم تقريبا عامل 540 او 550 في 4 ساعات 5 ل 9. انا شايفه حلو جدا بصراحه. انا مش عارف الناس اللي بتشتغل اندرايف دي بتشتغل ازاي، هم بيقولوا فيه شغل حلو بس انا جربته كذا مره مش جاي معايا. هحاول اضغط على نفسي وانزل اشتغل، بس بامانه لا، اندرايف تعامل الابلكيشن مع الكابتن سيء جدا، مفيش اي تقدير للكابتن ولازم تشحن عشان تشتغل. انا دي عمري ما شحنت، هي مره واحده بس اللي شحنت، ما كنتش فاهم الابلكيشن بيشتغل ازاي،